بسم الله، ازيكم متابعين عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد النهارده ووصفه جديده من وصفاتنا. تابعوني كده وشوفوا معايا فيديو النهارده للاخر، ان شاء الله يعجبكم. زي ما انتم متعودين معانا، وصفاتنا سهله وبسيطه وسريعه، متاحه لجميع الحالات، اي حد يقدر يطبقها. لو اول مره بتشوفونا ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناه. كمان فعلوا كده الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وكومنت حلو منكم. لو عندكم اي استفسار اكتبوه في الكومنتات وهرد عليكم. اكتبوا لي كمان بتتابعوني من انهي بلد وايه رايكم في وصفتنا النهارده، وايه الوصفات اللي حابين نقدمها معاكم. شوفوا معايا كده فيديو النهارده للاخر. هعمل معاكم رز بسمتي بطريقه بسيطه وسهله بنتيجه حلوه هتعجبكم بمكونات موجوده في البيت. تابعوني وشوفوا معايا فيديو النهارده للاخر. معايا هنا كده رز بسمتي، الكميه اللي انتوا حابينها هغسله واصفيه ونكمل مع بعض باقي الوصفه. غسلت هنا الرز كده وصفيته على النار. معايا الحاجه اللي هشتغل فيها، هضيف زيت، حطيت هنا سمنة واحط معاها زيت، وحابين تعملوا بزيت بس او بسمنة بس زي ما تحبوا. انا بحب اضيف زيت في الرز، اي انواع رز بيخلي معايا الرز مفلفل وبيلمع كده وما بيلزقش في بعضه. فحطيت هنا شوية من الزيت، حطيت سمنة، دلوقتي معايا كده بصلة مفرومة هنزل بيها وهقلب لحد ما البصل يبتدي يدبل معايا شوية. معايا هنا كده فصين من الثوم هنزل بيهم، يا اما توم صحيح يا اما اقطعه كده لو الفص كبير معايا. معايا هنا كده ورق لورا، معايا قرفة عيدان هنزل بيهم واديهم تشويحة كده مع البصل، ومعايا هنا جزرة برضو مبشورة هنزل بيها. هقلب كده لحد ما البصل يبتدي يدبل معايا والجزر ياخد تشويحة. معايا هنا كده طماطمية هنزل بيها وهقلب. هسيب معايا الطماطم والجزر والبصل والثوم ورق اللورا والقرفة والزيت والسمنة مع بعض كده لحد ما الطماطم تبتدي تسبك معايا شوية وتدبل. دلوقتي هنزل بالرز بعد ما اتغسل واتصفى.
معايا هنا بهارات فراخ هبتدي احطها، معايا كاري، معايا كركم، معايا كمان رشة من القرفة، ومعايا كمان مكعب من المرق. حطيت هنا كمون وكزبرة ناشفة مطحونة مع بعض، وهقلب الكلام ده كله. هدي الرز كده تشويحة بالتوابل اللي انا ضفتها دي. نزلت كده بمكعب المرق، وهضيف مية او هضيف شوربة زي ما تحبي، وهنزل بملح. هقلب الكلام ده كله مع بعضه كده، هسيبه على النار ياخد معايا غلوة. بعد ما يغلي ويبتدي يتشرب معايا، هروح موطيه عليه النار وبغطيه وبسيبه يكمل تسويته على نار هادية، ويبقى جاهز معايا بعد كده اني اقدمه. خلصت كده وصفة النهاردة، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. عملت معاكم رز بسمتي مبهر كده بتوابل موجودة عندنا في البيت، بريحة وطعم حلو، هيعجبكم. تابعونا وتابعوا وصفاتنا، ما تنسوش تقولوا لنا رأيكم في الكومنتات. لو عندكم اي استفسار اكتبوه في الكومنتات وهرد عليكم. اكتبوا لي كمان بتتابعوني من انهي بلد، وايه رايكم في وصفتنا النهارده. اكتبوا لي ايه الوصفات اللي حابين نقدمها معاكم. ان شاء الله يكون فيديو النهارده عجبكم. تابعونا كده واكتبوا لنا ايه الوصفات اللي حابين نقدمها الفتره الجايه. هنقدمها مع بعض بطريقه بسيطه وسهله. هعمل لكم فيديوهات كده خاصه برمضان بتخزين وتفريز. تابعونا.